السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حباب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة النايتي. هنعملها ببيضة واحدة بس، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. عايزة اقولك كل حاجة موجودة عندك في البيت هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الكيكة هشة، والكيكة بتاعت النايتي بيضة وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. هقول لكم ايه سر لونها الفاتح دوت، وايه اللي يخليها تطلع معاكي طريه وهشه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. عايزه اقولك هي مش زي كيكه النايتي، هي احلى من كيكه النايتي اللي بتنباع بره. ما شاء الله بشويه تكاليف بسيطه هتطلعي 12 قطعه نايتي زي ما انتم شايفين كده، و12 قطعه كبار مش صغيرين زي ما انتم ملاحظين. يعني احلى واوفر من بره بكتير. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان توصلكوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة. وأول حاجة معايا في المقادير النهاردة وهي بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، بس زي ما انتوا شايفين كده البيضة تكون كبيرة. وزن البيضة بقشرها وزنها 72 جرام، وده بالنسبة للناس اللي بتحب تعرف كل حاجة بالجرامات. أنا دلوقتي حطيت رشة صغيرة من الملح، ودي نص معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا احنا ان شاء الله النهارده هنشتغل بالمضرب اليدوي، انت لو حابه تشتغلي في شفشق الخلاط عادي خالص تقدري تاخدي كل المقادير دي على شفشق الخلاط وتعمليها. هتتعمل معاكي بكل سهوله ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. حابه تعمليها بالمضرب الكهربائي برضو ينفع. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين انا قلبت البيضه كده مع رشه الملح والفانيليا، وده علشان البيضه تهيش معايا وتنفش. دلوقتي بقى ركزوا معايا كده كوبايه من السكر زي ما انتم ملاحظين ناقصه نص عقله صباع من صباعك. وزن السكر الموجود جوه الكوبايه وزنه 175 جرام. وطبعا الكوبايه اللي هنستخدمها لازم نستخدمها في كل المقادير. ودلوقتي بقى هحاول ادوب السكر شويه، طبعا هو مش هيدوب كله في المرحله دي، بس هحاول ادوب فيه شويه كده، وفي نفس الوقت لون الخليط يفتح معايا بالشكل دوت. لازم لون الخليط يفتح معاكي. ودلوقتي بقى هنزل بكوبايه ناقصه نص عقله صباع من صباعك كده زي ما انت شايفه من الحليب الدافي. يعني الحليب لو طلع ساقع من التلاجة هتحاولي ان انت تدفيه قبل ما تحطيه على الخليط. وزن الحليب اللي كان موجود في الكوبايه وزنه 203 جرام. ودلوقتي بقى معايا كده تلتين كوبايه من الزيت. الكوبايه بتبقى 3 اتلات، هتحطي في التلتين الاولانيين زيت وتسيب التلت الاخير فاضي. وزن الزيت اللي موجود جوه الكوبايه وزنه 125 جرام. طبعا زيت نباتي عادي، ويا ريت الزيت يكون لونه فاتح علشان الكيكه يطلع معاكي لونها فاتح. وبرده من ضمن العوامل اللي بتخلي الكيكه تطلع معاكي لونها فاتح السكر يا جماعه، استخدموا سكر يكون لونه فاتح كده برده ولونه ابيض علشان خاطر الكيكه تطلع لونها جميل معاكم. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هقلب كل المكونات دي مع بعضيها كده، سواء في شفشق الخلاط او بالمضرب اليدوي كده زي ما انتوا شايفين، لغايه لما السكر يدوب. لازم السكر يدوب بقى في المرحله دي، علشان كده انا قلت لكم استخدموا حليب دافي علشان السكر يدوب معاكم بسرعه. يعني الحليب الدافي بيساعد ان الكيكه تطلع معاكي هشه وطريه، وفي نفس الوقت بيساعد ان كل المكونات تدوب معاكي. زي ما انتم ملاحظين هجيب بقى كيس كده من بيكنج باودر او خميره الحلويات. طبعا الكيس بيبقى 16 جرام، انا هاخد منه معلقه كبيره كده 12 جرام زي ما انتم شايفين، واسيب الباقي في الكيس. هيبقى كده معايا نص معلقه صغيره كده في الكيس مليانه. يعني الكيس بيبقى عباره عن معلقه كبيره ونص معلقه صغيره. هاخد معلقه كبيره مليانه بشكل هرمي كده زي ما انتم شفتوا، بس مش مليانه بشكل هرمي قوي. والنص معلقه الصغيره هسيبه في الكيس، مش هحتاجه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هحط الدقيق او الطحين. هحط كده برضو من نفس الكوبايه اللي عايرتي بقى كل المقادير كوبايتين ممسوحين وناقصين معلقه كبيره. يعني الكوبايه الاولانيه مليانه على الاخر وممسوحه، والتانيه برضو مليانه على الاخر وممسوحه، بس هتاخدي منها معلقه كبيره. معلقه كبيره مليانه بشكل هرمي علشان كده يبقى كوبايتين ناقصين معلقه كبيره. وزن الدقيق اللي احنا حطيناه او الطحين وزنه 210 جرام. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا بقلب الكيكه كده في اتجاه واحد علشان الهواء اللي انا بدخله جوه الكيكه ما يخرجش منها. دلوقتي بقى هعمل ايه، هضيف اخر حاجه هتخلي الكيكه تطلع معانا برضو لونها فاتح، وفي نفس الوقت هتشغل البيكنج باودر كويس جدا، وهي معلقه كبيره من الخل. الخل يا جماعه بنستخدمه كمحسن طبيعي لكل انواع المعجنات والمخبوزات والكيكات. ما شاء الله عليه جميل جدا جدا، وطعمه مش بيظهر في الكيكه نهائي، بس بيخلي الكيكه تطلع معاكي هشه وطريه. وده علشان هو بيخلي البيكنج باودر يتفاعل اكتر واكتر، عشان كده الكيكه بتطلع معاكي جميله. ودلوقتي بقى حابه اوريكم القوام بتاع الكيكه. طبعا ده القوام بتاع الكيكه يا جماعه. دلوقتي بقى انا هعمل ايه، هاخد كده معلقتين كبار من الخليط دوت، معلقتين كبار مليانين على الاخر.
وده علشان نعمل الرسمة اللي انت شفتها على النايتي في اول الفيديو. شايفين دي اول معلقة معايا اهيت، وهاخد معلقة كبيرة كمان، يبقى كده معلقتين كبار. هضيف عليهم ايه بقى؟ هضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة من الكاكاو المر الخام الغير محلى. شايفين؟ معلقة صغيرة بس تكون مليانة. وهضيف عليهم معلقتين كبار كده من الحليب، وهبتدي اقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضيها لغايه لما كله يمتزج مع بعضه والكاكاو يدوب معايا كويس جدا جدا، مش يبقى فيه اي تكتلات. خلاص كده الخليط اصبح جاهز معايا. هحطه في كيس من اكياس التلاجة او كيس الحلواني ابو جنيه اللي هو البلاستيك ده. زي ما انتوا شايفين انا هجيب صينيه كده مقاس 20 في 30 او صاج يكون مقاس 20 في 30، واحط فيه ورقه من ورق الزبده، وهدهن ورق الزبده كده دهنه من الزيت. وده علشان ورق الزبده يا جماعه بتاع اليومين دول ورق كراسات مش ورق زبده. يعني انت لو عندك ورق ابيض في البيت زي دوت بالظبط تقدري تدهنيه كده دهنه كده برده من الزيت وتستخدميه مكان ورق الزبده. مع ان ورق الزبده مش غالي يا جماعه، انا بجيب اللفه بتكفيني حوالي 10 مرات ب 12 جنيه او ب 15 جنيه تقريبا. يعني لازم يكون عندك موجود في البيت، بتستخدميه في حاجات كتيره جدا. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هجيب خليط الكيك كده زي ما انتوا شايفين وافضيه في الصينيه، واحاول ان انا افرده في الصينيه كلها علشان يتساوى معايا والكيكه تطلع كلها سمك واحد. بعد كده بقى هجيب الخليط اللي انا كنت حاطاه في كيس التلاجة على جنب او في كيس الحلواني اللي انا قلت لكم اللي هو بجنيه دوت، وهبتدي افتح كده في فتحه بالمقص زي ما انتوا شايفين، وابتدي امشي خطوط كده بالعرض. طبعا انا ما شاء الله عليا ايدي بتتهز كده وانا بعمل، بس عادي خالص ده كله هيتظبط دلوقتي ساعه ما نيجي نرسمها. شايفين بقى انا بحاول اخلي المسافات متقاربه كده الى حد ما، يعني كل مسافه قد التانيه تقريبا. بعد كده بقى هجيب خله اسنان او عود كبريت، وابتدي بقى امشي في الخليط كده علشان تدينا الرسمه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. خطوط طوليه كده بطول صينيه الكيكه كلها، برضو على مسافات متقاربه او قد بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى بالعكس وهاجي في كل قوس من دول زي ما انتوا شايفين كده، هي عباره عن اقواس كده زي ما انتوا شايفين، في كل قوس من دول كده وانزل بشكل طولي علشان تدينا الرسمه دي. الطريقه سهله وبسيطه خالص، وانت لو جربتيها هتلاقيها بسيطه جدا جدا، مش تقلقي خالص. وطبعا بكون مولعه الفرن من قبلها ب10 دقايق، وانا بجهز في الكيكه قبلها ب10 دقايق بالظبط بكون مولعه الفرن، بس مش تولعيه من قبلها بكتير، وده علشان الكيكه ما تتسلقش منك، تستوي براحتها كده. ولعيه قبلها ب10 دقايق بس. لو الفرن كهرباء هتشغلي فوق وتحت والمروحه، انما لو فرن بوتاجاز العادي هتشغلي من تحت الاول، واول ما تستوي من تحت ومن الجناب كده هتروحي طافيه من تحت ومشغله الشوايه ومديها وش جميل كده زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين انا جبت صينيه وحطيت عليها كيس بلاستيك من اكياس التلاجة، يعني كيس كده فتحته بالمقص وفردته على الصينيه، وابتديت اقلب صينيه الكيكه. بس ركزوا معايا، انا مش بقلب صينيه الكيكه دي الا لما بتبرد كويس جدا جدا الاول، لازم تبرد. وده علشان لما تيجي تقلبيها القلبه دي وش الكيكه ما يلزقش في الصينيه اللي انت حطاه عليها، علشان طبعا الكيكه لما بتبقى طريه وشها بيكون لسه بيلزق، فهتيجي تقلبيها على الناحيه التانيه هتلاقي الوش بتاعك باظ خالص. فانت حاولي تخليها بارده الاول، تبرد كويس جدا جدا الاول، وبعد كده تعملي الحركه دي تقلبيها على الناحيه التانيه. دلوقتي بقى انا قسمت الكيكه نصين كده زي ما انتوا شفتوا بالسكينه، وابتديت احط على النص الاولاني كده زي ما انتوا شايفين مربى الفراوله. انت لو حابه تحطي اي مربى بطعم تاني زي ما انت حابه. وزي ما انتوا شايفين كده بروح قطع الكيس البلاستيك بقسمه كده بالسكينه، وبروح قلبها بتتقلب معايا بمنتهى السهوله. شفتوا بقى الكيس البلاستيك هيسهل عليا عمليه النقل ان انا احطها على بعضيها كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت برضو بيخلي وش الكيكه ما يلزقش في الصينيه اللي انا حطاها عليها. يعني ممكن انت لو جيتي قلبتيها على الصينيه الالومنيوم مره واحده هتلاقي وش الكيكه لزق في الصينيه، انما الكيس البلاستيك هيحافظ لك على وش الكيكه. وفي نفس الوقت برضو خليكي سريعه، تكوني مجهزه المربى جنبك وانتي قلبها في المرحله دي وتروحي عادلها بسرعه، يعني تكوني مجهزه كل حاجه جنبك قبل ما تقلبيها القلبه دي. نصيحه لله مش حد هيقولها لك، وده علشان برضو وش الكيكه ما يلزقش معاكي. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين هبتدي اقسمها كده القطع، بس بعد ما قسمتها بالنص طبعا بشكل طولي زي ما انتم شفتوا كده، وبعد كده بقى بالعرض كده هقسمها 12 قطعه. وطبعا حجم القطع ده يرجع لرغبتك انت، حابه تعمليها اكبر من كده زي ما انت حابه، حابه تعمليها اصغر من كده زي ما انت حابه. ولو انت ما عندكيش الصينيه اللي احنا عملنا فيها دي تقدري تعمليها في اكبر صينيه من الصواني المستطيله، هتبقى جميله برضو. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله القطعه طالعه معايا عامله ازاي، هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجه كلام. وعلى فكره انا ما حاولتش ان انا اقطع غير حرف واحد، شايفين الحرف الاخير ده ما شاء الله مش احتجت ان انا اقطعه، طالع معايا منتظم وشكله جميل.
ومن النصايح اللي احب اقولك عليها علشان خاطر برضو كيكة النايت تطلع ناجحة معاكي، اول ما الصينية وهي لسه طالعة من الفرن سخنة روحي مغطية عليها لغاية لما تبرد براحتها، وبعد كده اكشفيها كده برضو تتهوى حوالي 5 دقايق، وبعد كده روحي قلباها. وطبعا انت بالنسبة لك لو مش حابة تعملي عليها الرسمة دي تقدري تعمليها سادة، وتروحي دهنة وشها كده بالمربى ورش عليه جوز الهند. مش حابة تعملي الرسمة وتعمليها سادة عادي خالص زي ما انت حابة. وبالنسبة للمقادير يا جماعة هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوباية. واللي مش عارف مكان صندوق الوصف اضغطوا على عنوان الفيديو او دوسوا عليه هيظهر لكم كلمة المزيد، اضغطوا عليها هتخشوا على المقادير. يا ريت بقى كل اللي وصل للحتة دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مرة يشوف القناة وعجبته القناة وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه، بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان توصلوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.